بسم الله الرحمن الرحيم. احنا قلنا بعد غلاء الاسعار ندبر ونوفر كده في البيت، لان اللحوم غاليه والفراخ غاليه، الطيور يعني غاليه وكله غالي، فنشتري ارخص حاجه تشتريها واحسن حاجه هتلاقيها حلوه ومتاحه ليكي، يعني هتلاقيها حلوه في بيتك، هتنفعك في كل حاجه، في الخضار وفي الشرب، مفيده جدا للمفاصل. طبعا انتوا عرفتوا انا بتكلم عن ايه، عن الماسوره اهي. بصوا تعرفوها ان هي طازه من النخاع، بصي حتى طري وبامبا، واللحم اللي فيها بصوا يعني احمر، ده كده هتخلوا الاي مصمصوه يبقى جميل، وده هتنفعكم في الشرب زي ما قلت لكم، هتنفعكم في كل حاجه، وتوفير بديل اللحمه والفراخ والاسماك والحاجات دي. هنسلقها بقى السليق العادي، هتحطي بوكيه جرنيه وهتحطي توابل، بس ما تكتريش التوابل عشان مش تغمق الشوربه. هو ناقصها بس الكرفس، انا دخت على الكرفس بصراحه مش لاقي، الزار هو مواسم بس مش هنقف عليه يعني، هنعمل برضه، ممكن تحطي كزبره لو انت عايزه، بس انا هحط جزر وطماطم وبصل والفلفل والتوابل والملح، بس الملح هحطه بعدها يعني بربع ساعه كده، عشان ايه يعني برضو الملح ايه ما يخليهاش تكلبش كده. تحطي بقى البوكيه جرنيه كده وتنزليها كده، انا غسلتها طبعا مكان يعني ما الجزار عين قاطعها على البتاع بتاعته الخشبه الكبيره دي كده، وتنسيها بقى يعني تسيبيها براحتها لحد ما تستوي براحتها كده. حبه توابل اهي كده بسيطه كده، وهنحط حبه قرفه برضو شعرايه، هي والله ما محتاجه توابل ولا حاجه، لان اللحمه طازه وريحتها نفسها جميل، الماسوره نفسها جميل والله، لا مش بايته، انا لسه جايباها طازه، الحاجه الطازه بتبقى نفسها حلو وبتبقى الريحه باينه فيها حلو. الماسوره استوت وما شاء الله جميله، وبصوا الشوربه بتاعتها منوره وجميله ازاي، جميله جدا، واللحم اللي فيها بصوا لما هي سخنه بس اللحمه بصوا استوى ازاي، استوى. انتوا بقى هتمصمصوا الحاجات دي وهتفضوا بقى النخاع وهنعبيها في اكياس، فانا هوريها لكم بقى اما تبرد اعبيها معاكم. كده بردت وكيسناها اهي، يبقى على قد الطبخه يعني، تاخدي الكيس كده بصي بالنخاع بتاعه كله، بالبهريز بتاعته، بصي النخاع جوه بحاله. انت بقى هتهريها او ممكن تفككيه كده او تعمليه بقى، مفيده جدا وصحيه للمفاصل زي ما قلت لك، ومتوفره عندك، تبقى في الفريزر، مش كله بقى يبقى فراخ ولحمه وسمك، لا اطلع كيس واطبخ بيه عادي، اي طبيخ اي شرب، انا كتبت عليه شوربه عشان يتعرف. ولايك وشير واشتراك في القناه وفعلوا زر الجرس.